اهلا وسهلا، السلام عليكم البنات. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو نتوما في احسن احوالكم. فيديو جديد كيف ما كتشوفوا معايا. الفيديو اليوم فيه وصفات متنوعة. البنات اللي كيعملوا الريجيم او متبعين نظام صيام المتقطع او نظام صحي بالانواع ديالو. هذا الفيديو هذا خاص بالوصفات ديال الفطور. كنتمنى يعجبوكم وكنتمنى انكم تطبقوا هاد الوصفات هادو في النظام ديالكم باش تنوعوا الوجبات الصحيه ديالكم. هنا يا حبيبتي كتشاهدوا معايا كيف ما كيبان لكم هاد الوصفه هذه خبز الطوست فيها لافوكا وفيها كيف ما كتشوفوا الجبن الطري، جبن طبيعي. وهنايا العسل كيبقى اختياري، العسل طبيعي. الا ما كيعجبكمش هيدا الحلاوه في الفطور ديالكم فبلا ما تعملوها. كذلك هنايا واحد رشه ديال الفلفل الحار البنات اللي كيعجبوهم الحار فيمكن لكم تستغناو عليه. بالنسبه للوصفه المواليه كتشوفوا معايا خبز الطوست فيه لافوكا والطون. وكذلك بالنسبه مرافقات كاين هنايا سلطه ديال الخيار ومطيشه والبصل كيف ما كتشوفوا معايا، شويه ديال زيت الزيتون، شويه ديال عصير ديال نص حامضه، وهنايا بيضه مسلوقه، شويه ديال الزيتون الاسود. فكتكون هذه هي الوجبه ديال الفطور او الوجبه الاولى. هنا يا حبيباتي كيف ما كتشوفوا حتى هي الوجبه الاولى، شويه ديال خيزو مسلوق، مطيشه، لافوكا، وكذلك شويه ديال الكروفيت على حسب الاختيار ديالكم. بالنسبه للوصفه المواليه كذلك حبيبتي لافوكا فيها دهون صحيه ومنافع كثيره، يمكن لكم تبداو بها اليوم ديالكم. الخاص كيف ما كتشوفوا بيضه مسلوقه، الخبز الطوست يعني كامل، وكيف ما كتشوفوا هنا شويه ديال السلمون، وهنا كيف ما كتشوفوا شويه ديال الكيوي وكاس ديال اتاي الشاي الاخضر. هنايا كيف ما كتشوفوا معايا ايضا حبيباتي هاد السلطه هذه يمكن لكم ترافقوها الوجبات الصحيه ديالكم. كروفيت، شويه ديال الخس، وهنايا كيف ما كتشوفوا معايا البربه ولافوكا وشويه ديال الليمون اولا البرتقال. هنايا حبيباتي كتشاهدوا معايا ديتوكس اللي يمكن لكم تبداو بهم يعني النهار ديالكم يعني في الاول قبل الفطور. هنايا كيف ما كتشوفوا 5 ديال الحبات ديال البرتقال، 2 حامضات، وحبه ديال التفاحه وحده، و3 ديال الحبات ديال الجزر الاخضر، يعني الجزر الاخضر يعني ماشي مطبوخ، وكذلك شويه ديال السكينجبير الطري، وكتزيدوا له من الماء كيبقى هذا فحال العصير. وكذلك يمكن لكم تاخذوه كديتوكس يعني في الفطور ديالكم قبل الوجبه ديال الفطور. غني بالفيتامين سي وكيساعدكم يعني لحرق الدهون على الصباح، طبعا مع الحركه اولا البنات اللي كيعملوا الرياضه. هنا يا حبيباتي كيف ما كتشوفوا معايا كذلك وصفه اخرى ديال الفطور. هنايا حبوب الشيا مع الحليب على حسب الحليب اللي كتستعملوها البنات، يمكن لكم تستعملوا الحليب النباتي او لا حيواني عفوا، فكيبقى الاختيار ديالكم. بالنسبه لهاد الحليب وحبوب الشيا نخليوهم ليله كامله في الثلاجه. في الصباح غنعملوا واحد الكميه في الكاس وغنعملوا هنايا المونغ والفغيز. يمكن لكم تعملوا الكيوي اولا الفرامبواز على حسب الفاكهه اللي متوفره عندكم، اولا حتى الليمون، البرتقال. فكتبقى يعني وجبه صحيه للفطور. هنا يا حبيبتي افكار عديده بالنسبه للوجبات اخرى. الوجبه الاولى ديال الفطور كيف ما كتشوفوا هنايا فرامبواز مطحونه مع حبوب الشيا وشويه ديال دانون مسوس مع حبوب الشيا كذلك. هنا يا حبيبتي وجبه ديال الفطور خبز توست مع الجبن البيض
والافوكا والخيار وشويه ديال السبانخ. هنايا الخبز توست بالافوكا، كذلك بيض مسلوق، شويه ديال المطيشه كيف ما كتشوفوا على ياغورت طبيعي. هنايا كيف ما كيبان لكم ايضا وجبه اخرى، فكره اخرى بالنسبه للوجبات ديال الفطور. فإلا عجبكم هاد الافكار هادو اللي اقترحت عليكم اليوم، ما تنساوش انكم تخليوا لي لايك وتبارطاجيو الفيديو مع الصديقات ديالكم اللي تاهما مهتمين بالوجبات ديال الفطور، الوجبات الصحيه بصفه عامه. وما تنساوش الا اول مره كتكتشفوا القناه عبر هذا الفيديو، ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا يعني بالاشعارات ديال القناه ملي كنزل لكم فيديو توصلوا بالاشعار. هنايا حبيباتي كيف ما كيبان لكم هنايا ياغورت طبيعي مع الكيوي قرانولا كيف ما كتشوفوا معايا. وكذلك هنايا فكره اخرى كيبقاو يعني افكار فقط البنات اللي كيبغيو هيدا ينوعوا في الوجبات الاولى، اللي صراحه كنحيروا هنا وجبه غنوجدوا. فدائما يعني كنوجد لكم افكار بالنسبه الوجبات ديال الغداء. فاليوم اقترحت عليكم وجبات ديال الفطور. فكيف ما كيبان لكم هنايا وجبات متنوعه. هنايا كيف ما كتشوفوا الخضره مع جوج ديال البيضات، وكيف ما كتشوفوا الشامبينيون من الاحسن يعني توجدوه في الوجبه الاولى، فهو غني بالفيتامينات. وكذلك حتى البيض يمكن لكم تعتمدوا عليه كوجبه رئيسيه في اليوم ديالكم، سواء في الفطور او في الغداء. يمكن لكم ترافقوه في الوجبات الصحيه ديالكم. بالنسبه للوجبات ديال الغداء وجبه رئيسيه يمكن لكم ترافقوهم هيدا بجوج ديال البيضات، او لا تعتمدوهم كوجبه ديال الفطور، فهو غني بالبروتينات والدهون الطبيعيه ولا هي دهون حيوانيه. هنايا حبيباتي كيف ما كتشوفوا معايا بيضه بالفلفل حتى هو غني بفيتامين سي. يمكن لكم يعني تحيدوا الخبز البنات اللي مهتمين بنظام صحي اللي هو كيتو دايت. وهنا يا حبيباتي غنقول لكم مع السلامه، تلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، واكيد افكار اخرى وصفات اخرى. مع السلامه.